طبعا اكيد زهقتوا من طرق الكنافة التقليدية، بس كنافة الكب كيك هتلاقوها طعمها مختلف، ولا تقولي متدلعة ولا متشخلعة، وطعمها ايه حكاية. وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. هجيب كمية الكنافة اللي عندي وهبدأ أفرمها بالسكينة بالشكل ده. ممكن نضربها في الكبة وممكن نفركها بإيدينا لو هي لسه طازة. نقطعها حتت صغيرة مقدار حوالي 1 سنتي. هننزل عليها بشوية سكر وعليهم شوية جوز هند ناعم. هقلبهم كلهم كويس قوي مع بعضهم، وبعدين هخش على المرحلة اللي بعد كده. هجيب حلة كبيرة وفيها معلقتين سمنة كبار، وفي نفس ذات الوقت هجيب حلة صغيرة وهحط فيها كوباية إلا ربع سكر وكوباية إلا ربع مية. هنزل بقى بالكنافة في الحلة بتاعتي وهفضل اقلبها كويس جدا، وخلي بالي ان وانا بقلب مفيش حتة تكون ما بتتقلبش علشان ما تتحرقش مني. اول ما السكر داب هنزل بمعلقة عسل جلوكوز ونص الليمونة اللي في باب التلاجة. هرجع بقى للكنافة بتاعتي وافضل اقلب فيها كويس. اهم حاجة التقليب يكون مستمر عشان ما يكونش فيه حتة اغمق من حتة وكلها تاخد نفس اللون. اول ما الكنافة توصل عندي للون البني الفاتح ده هبدأ انزل عليهم بالشربات بتاعي وهبدأ اقلب كله مع بعضه. هطفي النار وهسيبها تبرد شوية صغيرين على جنب. اول ما حرارة الكنافة تكون دافية شوية هبدأ اجيب قوالب الكب كيك اللي عندي وهبدأ انزل بالكنافة في قلب القوالب بتاعة الكب كيك. هبدأ أكبس الكنافة في قوالب الكب كيك علشان تاخد نفس الشكل بتاع الكب كيك لحد ما تبقى بالشكل ده. هسيبها تبرد في التلاجة لمدة نص ساعة أو ساعة. بعد ما الكنافة تكون بردت هبدأ إن أنا أطلعها من القالب بتاع الكب كيك وأبدأ أحطها في الورق بتاع الكب كيك بالشكل ده. خلصت كل الكمية اللي عندي هبدأ أرصصهم في صينية تانية مختلفة وأسيبها في التلاجة شوية. بعد كده هجيب بولة وكوباية لبن باردة وهبدأ أنزل عليها بكيس كريم شانتيه. هضربهم لحد ما القوام يبدأ يتقل معايا، وبعد كده هبدأ أنزل على الخليط دوت بكريمة لباني، بس إيه هيعلي التست معايا جدا، وهديلها ضربة خفيفة وبس كده. هرجع أجيب الكنافة من التلاجة وكنت مجهز شوية مكسرات مبشورة. هبدأ أنزل بالمكسرات الأول في قلب الكنافة بالشكل ده. بعد كده هجيب كيس حلواني وهبدأ أنزل بالكريم شانتيه بالشكل ده برضه. ممكن ازينها بالمكسرات، ممكن ازينها بصوص شوكولاته، ممكن ازينها باي صوص عندكم، ممكن تسيبوها من غير تزيين خالص هيبقى طعمها في منتهى الجمال. نسيبنا بقى من المدلعه والمتشخلعه والمحروقه ونخلينا في كنافه الكب كيك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. يلا بينا ندوق. بسم الله. كان طعمها جنان، افضل من اي كنافه هتدوقوها في حياتكم. وتحدي، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتأكلوهم الكنافة دي. أشوفكم في فيديو جديد.